أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض أكلة مصرية أصيلة، طاجن بطاطس بالفراخ بتتبيلة مفيش أروع من كده، وبطريقة تسوية للفراخ هتخليها دايبة دوب في الصوص الأحمر المميز جدا. وهنعرف مع بعض إزاي نطلع الصوص مظبوط، وهنعرف سر لونه الأحمر اللي مليان بهاريس كده، اللي بتخلي طعم الطاجن في حتة تانية خالص. وهنحضر برام رز بطعم لا يقاوم، وبمكونات هتخلي وش البرام كريمي والرزاية مفلفلة، وريحتها بقى مش قادرة اقولكوا على جمالها، حاجة كده ما تتوصفش من جمالها. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هنجهز برام الرز. عندنا هنا 4 كوبايات من الرز المصري مغسول ومش منقوع ومتصفي كويس قوي، و4 معالق كبار من السمنة، عليهم 4 معالق كبار من الزيت، ومعلقة من السكر مش مليانة قوي، ومعلقة ونص كبار من الملح أو حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحوالي علبتين كبار كده من الزبادي البلدي العادي، و6 أكواب من الحليب، ويفضل يكون الحليب العادي عشان يكون بقشطته كده وبحاله. وهنعاير الحليب بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الرز. تمام. في بولة بقى تساعي كل الكلام اللي احنا قلناه ده، هننزل الأول بالحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هننزل بالسكر والملح والفلفل الاسود وكوبايتين الزبادي. تمام. وهننزل بنص كمية السمنة، وهنقلب كل المكونات دي حلوة قوي مع بعضها لحد ما نحس ان كله داب كده ودخل في بعضه. تمام. وبعدين هنخليها بقى على جنب ونبتدي نحضر الطاجن بتاعنا. لازم الطاجن يكون كبير علشان يسع كمية الرز اللي هنعملها، علشان ما يعجنش معانا. تمام. هندهنه الاول دهنه من الزيت او دهنه من السمنه اللي يعجبك يعني، بس انا بفضل زيت في الاول. وهحط كميه الرز، وبعدين هنزل ببقيه كميه السمنه، والخطوه دي مهمه جدا علشان الرزايه تبقى مفلفله لانها بتتغلف بالسمنه، فبتبقى محافظه على قوامها ما بتبقاش معجنه. تمام. وبعدين هننزل بالحليب وبالمكونات اللي احنا حطيناها عليه دي، وهنقلب الطاجن كويس قوي، وهنغطيه لمدة ساعة قبل ما ندخله الفرن. وبعدين هنشيل من عليه الغطا وندخله الفرن على الرف الوسطاني، وهنكون مشغلين الفرن من تحت ومن فوق. اول ما ياخد لون هنطفي الشوايه ونسيبه يكمل سواه عادي جدا على النار العاديه بتاعه الفرن. ونبتدي بقى نجهز الفرخة بالطريقة الصح بتاعة التنظيف بتاعتها. دي فرخة أنا مقطعها على 4 وشايلة منها أي زوايد وأي تجمعات دموية، وعملت لها محلول نقع مكون من لتر من المية العادية، عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، وربع فنجان من الخل الأبيض، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب، وعصير ليمونة كبيرة. وهسيبهم في المحلول ده لمدة تلت ساعة، وبعدين هطلعها أجففها كويس قوي، وهسيبها بقى كده لحد ما أجهز بقية مكونات الطاجن. ده كيلو من البطاطس انا مقطعاها شرايح وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي بصلايه كبيره انا مقطعاها شرايح بالشكل ده، لو حابه تقطعيها باي شكل تاني مفيش مشكله. وعندي هنا فلفلتين كوبي، ممكن تجيبي اي نوع فلفل مش شرط يكون ملون. وعندي هنا معلقتين سمنه كبار، وحوالي 4 فصوص من الثوم كبار مفرومين. والبهارات: عود قرفة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة مليانة من الملح او حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة من الروزماري، نص معلقة صغيرة من الكباب الصيني، 3 فصوص حبهان، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، ونص معلقة صغيرة من ال7 بهارات. وعندنا هنا كوباية كبيرة من الصلصة، عليها نص معلقة صغيرة من السكر. في حلة بقى على النار هننزل بحوالي 3 معالق كبار من الزيت، وهننزل بمعلقتين السمنة اللي قلنا عليهم، وانا هزود ورقتين من اللوري، حابه تحطيهم حطيهم، مش حابه خلاص. وهننزل بالقرفه، واول ما السمنه تسخن هننزل بالفرخه بتاعتنا. تمام. ولازم تكون السمنه سخنه علشان تحبس السوائل جوه الفرخه، وتبقى الفرخه طريه كده ما بتشدش معانا. وبعدين بقى هنبتدي نحمر الفراخ في التوابل واللوري والقرفة والحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها دي، ونزود عليهم بقى البصل والفلفل، ونكمل تحمير بقى في الفرخة. بجد يا جماعة التكاية دي بتفرق جدا في طعم والصوص اللي بينزل من الفراخ. طعم الفراخ بيبقى محمر كده مع التوابل والحاجات اللي احنا حاطينها، فبيبقى طعمها مميز جدا، وما بتبقاش مسلوقة كده وانتي بتاكليها بتحسي ان انتي بتاكلي فراخ محمرة طعمها جميل. وبعدين هنزود التوم اللي احنا قلنا عليه، ونبتدي ندخل المكونات كلها كده في بعضها مع الفرخة، بحيث ان الفرخة تتشرب كل التوابل والثوم والحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها دي. وكل شوية نقلب الفراخ على الجنبين كده بحرص عشان ما تتبهدلش مننا، لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو التحمير الحلو ده. وهتكون وصلت في الوقت ده لنص تسوية، يعني لما ندخلها بقى الفرن تكمل سواها.
هنبتدي بقى نشيل الفراخ وهنسيب الصوص الجميل اللي احنا عملناه ده من الفراخ، هنسيبه نحمر فيه البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بالبطاطس ونحمرها فيه بالشكل ده. طبعا البطاطس بقى بتتشرب من الصوص بتاع الفراخ والتوابل، فبيبقى طعمها في منتهى الجمال. اول ما نوصل بالبطاطس باللون دوت، وهنلاقيها كده بقت حروفها شفافة كده، اللي هي استوت نص التسوية. وطبعا مش هنقطعها رفيع، هنقطعها تقطيعة وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان ما تتهريش مننا. هنطلعها برضو من الصوص، ونبتدي بقى ننزل بالكوباية الكبيرة من الصلصة، عليها نص معلقة صغيرة من السكر، ونقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي، وننزل بكوبايتين كبار من المية. واول ما تغلي نطفي بقى النار ونخليها بقى على جنب، ونروح نجهز الطاجن بتاعنا اللي هنحط فيه البطاطس والفراخ في الفرن. تمام. الطاجن لازم يكون كبير علشان يستوعب البطاطس والفراخ اللي هنحطها. هندهن الطاجن دهنة زيت لو حابة يعني، او سمنة، او لو مش حابة تديني براحتك، بس انا بحب ادهنه. وبعدين هنحط في الاول خالص البطاطس، وبعدين نرص عليها الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الاكل شكله جميل ازاي ويفتح النفس؟ ما شاء الله، بجد وصفة في منتهى الجمال. وبعدين نبتدي ننزل بقى بالصلصة الحلوة، الصوص الأحمر اللي احنا عملناه ده، المميز في طعمه وفي شكله وفي ريحته، بجد بيخلي بقى الطاجن ده روعة، طعمه في منتهى الجمال. وانا سبت هنا شوية من شرايح الفلفل، حطيتها على الوش. وبعدين هندخله بقى الفرن يكمل سواه، وهنشغل الفرن من تحت ومن فوق. اول ما تاخد لون بسيط الفراخ هنطفي عليها ونسيبها تكمل سواها. مش هتاخد منك وقت، لان احنا طبعا مسوينها كويس قوي، يعني حوالي نص التسوية كده على النار من فوق، فطبيعي كده الطاجن مش هياخد منك وقت. وفي الوقت ده طبعا هيكون طاجن الرز كمان استوى، وهتاخدي بقى احلى طاجن رز واحلى طاجن بطاطس بالفراخ ممكن تكوني دقتيه في حياتك. بجد يا جماعة، لو جربتوا الوصفة دي والله هتعتمدوها ومش هتعملوا غيرها، لانها وصفة مميزة جدا للرز وللبطاطس بالفراخ، بطعم بقى البرام. انتوا عارفين الحاجات الطبيعية دي لما بتدخل الفرن ويكون فيها اكل، بتخلي طعم الاكل حاجة تانية غير اللي متعودين عليها. باضافه بقى التوابل والحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها النهارده دي، بجد هتميز اكلك جدا، وتخلي الوجبه دي في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتقولي لي رايكم. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه والضغط على علامه الجرس عشان يوصل ليكم كل جديد، وتشيروا الفيديو لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع الف سلامه.